السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نحضروا فيه تحليه رائعه جدا كتنفع بزاف في السحور. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه التحليه هذه، عندنا 2 كيسان ديال الحليب و2 معالق ديال الكاكاو المر، عندنا 2 معالق ديال المايزينا، ممكن نعوضوها بالطحين اذا ما كانش المايزينا نديرو الطحين، ولكن الطحين ما خصناش نحيدو يدينا من التحراك، ضروري نبقاو نحركو حتى بالمايزينا غادي نبقاو نحركو. المهم هي كتبقى اختياريه ما بين الطحين والمايزينا. عندنا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعلى حسب الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نحركو هاد المقادير هادو مزيان، عاد غادي نديرهم فوق البوطه وغادي نستمروا في التحريك، يعني ما نحبسوش باش ما يلصقش لينا داك الخليط لتحت حتى يبدا يعقد لينا ونرجع معكم. هنا من بعد ما عقد لينا الخليط كيف ما كتشوفوا غادي نديروا واحد القطعه ديال الشوكولاط وغادي ندوبوها مع هاد الخليط هذا. كتبقى اختياريه، يعني نقدروا ما نديروش كاع الشوكولاط فيه. صافي وغادي ناخذوا الكؤوس اللي غادي نقدموا فيها. هنا انا درت البسكوي وغادي نخويو هاد الخليط هذا بهاد الطريقه هذه، نحاولوا نغطيو داك البسكوي كامل وغادي نستمر بنفس الطريقه نديروهم الكؤوس كاملين اللي عندنا ونخليهم يبردوا، يعني غير فوق غير في برا، ما يعني ما نديروش في الثلاجه حتى نكملوا الطبقه الثانيه اللي غادي نديرو في حتى نكملوا الطبقه الثانيه اللي غنديرو في التحليه هذه. غنستمر بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد القياس اللي عطيتكم خرج لي 3 ديال الكؤوس، وكتبقى الكميه اختياريه، يعني نتوما كديروا الكميه اللي غادي تقدمكم. بالنسبه للطبقه الثانيه اللي غنديروا فيها التحليه، عندنا فيها كاس ديال الحليب مع معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال المايزينا. هنا كتبقى لكم اختيار ما بين فلون كراميل ومعلقه صغيره ديال هذه ديال القهوه سريعه الذوبان، يعني عندكم الاختيار ما بين هادو بجوج. يعني هاد الفلون كراميل غير نكهه وصافي، يعني ماشي غنعتمدوا باش اننا يعقد لينا. غادي نديرو حتى هو كيطيب، نحركو ونخليو تيغلي مزيان، وغادي بما بدا تيختار غادي نخويو فوق من هذاك الخليط اللي برد. هانتوما كيف كتشوفوا يعني يتماسك لينا مزيان. هنا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكؤوس كاملين. غادي نخليوهم يبردوا وغادي نحضر واحد الكلاصاج اللي سهل التحضير وكيبقى اختياري، يا اما نديروه يا اما نديرو غير دانيت ديال الشوكولات نديرو فوق من الكؤوس باش تزيين وصافي. يعني التزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليوهم بحال هكا. بالنسبه لهاد الكلاصاج ساهل، كنحتاج نص كاس ديال الحليب، واحد القطع ديال الشوكولات، معلقه صغيره ديال الكاكاو المر. صافي هنا درتها فوق البوطه بما سخنا داك الحليب وداب لي داك الشوكولات. زدت عليهم واحد دانيت كراميل، دانيت شوكولا سمحوا لي. صافي هنا غادي نحرك مزيان وغادي نخويو هاد الكلاصاج هذا فوق التحليه. وكيف ما قلت التزيين كيبقى اختياري، ممكن انكم ديروا غير دانيت بوحدو، يعني ما ديروش هذا الشيء كامل. صافي نخليوهم يبردوا مزيان. هنا من بعد ما بردوا هانتوما كيف كتشوفوا انا درت هنا واحد شويه البسكوي غير باش نهرسوا داك اللون الاسود ديال الشوكولات. صافي وكنقدموا التحليه تكون بارده. نتمنى انها تعجبكم ونتمنى انكم تجربوها، وشكرا لكم على المتابعه. وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك للفيديو الى عجبكم. مرحبا والف مرحبا. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.